الذي ينتصر نادي الزمالك قدام سموحه؟ ينتظروا فريق قدر يكسب اخر 3 ماتشات منهم ماتش بيراميدز، فريق قوي في التحولات، فريق بيعمل ضغط عالي، اخر 6 مواجهات ما بينهم مفيش تعادل، قدروا يكسبونا مرتين واحنا قدرنا نكسبهم 4 مرات، سجلنا 12 هدف هم سجلوا 5 اهداف، يعني فريق قوي في التحولات والضغط العالي، من اكتر الفرق اللي بتعمل ضغط عالي وبتسترجع الكرة في منطقة الخصم، بيمتلكوا مهاجم خطير وهو بابا بادجي رغم اضاعته للفرص، وعندهم خالد الغندور صانع العاب ب4 اسيستات، رغم كل اللي انا قلته دلوقتي هم عندهم مشكلة في خط الدفاع، اي فريق بيعمل ضغط عالي من الحتة اللي قدام بيسيب مساحات ورا ودي بيعمل عليهم ضغط، يعني انت لو لعبت على التحولات وقدرت تطلع من الضغط العالي اللي هم هيعملوه هيكون عندهم مشكلة في خط الدفاع. سموحة عنده مشكلة برضك في الكرة الراجعة من المدافعين على بوز ال 18 بتاع سموحة، ودي بسبب خطة اللعب بتاع سموحة اللي بيلعبوا ب 4-1 وبتخلي عمر السيسي رقم 6 الوحيد اللي في نص الملعب، فما بيقدرش يغطي المنطقة اللي قدام ال 18 دي كلها لوحده، فدي تقدر تعمل منها خطورة في الكرة التانية للزمالك. وعندهم مشكلة تالتة ان الظهير الايمن بتاع سموحة بيسيب مساحة وراه تقدر انت تستخدمها ان انت ترفع الكرة تلعب من ناحية اليمين، فدي عندهم مشكلة تالتة برضه. على الزمالك بقى ان يلعب ب3 مدافعين عشان يغطي الباكين وان هو يقدر يقف قدام التحولات بتاعه سموحه، على لعيبه نص الملعب والمدافعين ان هم يساعدوا الخضر دفاعيا بسبب ان الجهه بتاعه اليمين بتاعه سموحه قويه قوي، ضروري قوي ان الزمالك يحاول يلعب ببنتايج او فتوح النهارده في جهه الشمال عشان الخطر اللي هيجي من ناحيه اليمين، وان احنا عندنا مشاكل كتير وبالذات في نص الملعب وبالذات بسبب غياب ادم كايد اللاعب الوحيد اللي بيقدر يربط بين الدفاع والهجوم ويقدر يطلعك بالكره ويقدر يربط بين نص الملعب ويلعب الكرة الطولية ويعمل كرياتيف في نص الملعب. بسبب غياب ادم كاد النهارده الزمالك هيكون عنده مشكله بالطلوع من تحت الضغط بتاع سموحه، وهيكون عندنا بعض المشاكل في نص الملعب، والزمالك عنده مشكله تانية في حراسه المرمى بعدم وجود عواد ورفضه لغايه دلوقتي انه يلعب برضه وانه يقعد دكه حتى احتياطي لصبحي، فالتشكيل الافضل اللي احنا نلعب بيه سموحه هو ان عواد يكون في حراسه المرمى، بس عواد بره طبعا التشكيل، فنقول مهدي سليمان، الدفاع يكون حسام عبد المجيد والونش وبنتايج لو نقدر نلعب بنتايج، الخضري لازم نغطي معاه ماشي، ومحمد اسماعيل ظهير ايمن، يبقى انت بتلعب حتى ممكن تخليهم 3 وتجري شويه بنتايج في نص الملعب، تلعب بنص الملعب بقى بمحمد شحاته ومحمد السيد وعبد الله السعيد لضمان الخروج بالكوره والذكاء، وعبد الله السعيد يهدي الريتم وتقدر تطلع بالكوره، تلعب بخط الهجوم جناح ايمن طبعا خوان بزيرة لو هو جاهز، احمد شريف جناح شمال، خط بقى ويكون المهاجم هو الدباغ وربنا يستر.